كاس السوبر بيبدأ قصته من سنة 1993 لما اتلعب أول ماتش فيه بين أفريكا سبور الإيفواري والوداد المغربي، ويومها فاز أفريكا سبور بضربات الجزاء بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2. المباراة دي هي المباراة الوحيدة اللي اتلعبت في أرض صاحب لقب بطل أبطال الكؤوس. البطولة لما اتلعبت في المرة الأولى اتحدد أطرافها بحيث يكون الطرف الأول بطل دوري أبطال أفريقيا اللي كان اسمه وقتها كاس أفريقيا للأندية البطل، ويكون الطرف الثاني هو بطل كأس الكؤوس الأفريقية اللي اتغير سنة 2005 وبقى اسمه كاس الكونفدرالية. الأهلي والزمالك هما تاني طرفين لنهائي كاس السوبر سنة 94، وساعتها فاز الزمالك بهدف أيمن منصور. بس الأهلي والزمالك مش هما الطرفين الوحيدين اللي من نفس الدولة ويلعبوا في كاس السوبر الأفريقي، لأن الزمالك قرر إنجازه ده تاني سنة 97 لما قابل بطل أبطال الكؤوس الأفريقية وكان يومها المقاولين، وفاز الزمالك بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف. وتكرر نفس السيناريو تاني لفرقتين من نفس الدولة سنة 2008 لما تقابل النجم الساحلي التونسي قصاد الصفاقسي، ويومها فاز النجم بنتيجة 2-1. أما آخر مرة اتواجه فرقتين من نفس الدولة في نهائي السوبر كانت سنة 2022 لما تقابل نهضة بركان المغربي مع بلديات الوداد، وفاز يومها نهضة بركان بنتيجة 2-0. واتلعبت المباراة في السنة دي على أرض استاد مولاي عبد الله في العاصمة الرباط. في 16 فريق فازوا باللقب قبل كده. مصر ليها نصيب الأسد، عندها 12 لقب متوزعين 8 للأهلي و4 للزمالك. لكن الأندية المغربية صاحبة الرقم القياسي في عدد الأندية اللي فازت باللقب برصيد 4 ألقاب، وكانوا للرجاء والوداد ونهضة بركان والمغرب الفاسي. الترجي هو صاحب أكبر عدد مرات في الوصول للنهائي، لكن لم يحصل عليه سوى مرة واحدة بس سنة 95. أما الصفاقسي التونسي فهو صاحب أكبر رقم قياسي في عدد الوصول للنهائيات، لكنه لم يحصل عليها ولا مرة برصيد 3 مباريات. ومن سنة 2019 بدأ السوبر الأفريقي يتلعب بره أفريقيا خالص على غرار السوبر الأوروبي اللي بدأ يتلعب على أرضية ملاعب الخليج. البداية كانت في قطر، وكان الطرفين النهائي الوداد المغربي والترجي التونسي، واتلعبت المباراة على أرضية ملعب جاثم آل ثاني. أما آخر لقاء فكان ما بين الأهلي المصري والاتحاد الجزائري، واتلعب اللقاء على أرضية ملعب الأمير فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية، ويومها فاز الاتحاد الجزائري بأول سوبر ليه. وبمناسبة بقى الطرفين اللقاء الجمعة الجاية الأهلي والزمالك، فالأهلي هو صاحب نصيب الأسد بعدد مرات الفوز زي ما قلنا، لكنه كمان صاحب أكبر عدد مرات في الوصول للنهائي برصيد 11 مرة. أما الزمالك فوصل 5 مرات لكنه فاز ب4 ألقاب من ال5 مرات دول. بص يا كباتن، العدد في الليمون. العدد في الليمون. المهم مين اللي هيزود عدد بطولاته؟ هل الزمالك يقدر يحصل على ال5 ولا الأهلي يقدر يعدي رقم 13 اللي منحس معاه ده؟